كابتن حسام حسن، كابتن ألف ألف مبروك، تأهل مستحق. أريد أن أسألك عن اختيارك ببدء المباراة بخمسة مدافعين، منطقي من أجل الحد من خطورة المنتخب الإيفواري، لكن حتى مع استحواذ المنتخب الإيفواري على الكرة، المنتخب المصري كان الأكثر فعالية أمام المرمى، استغلال التحولات السريعة. شاهدنا قتالية اليوم، شاهدنا روح المنتخب المصري كما عودنا على ذلك في مختلف مشاركته في كأس أفريقيا. يعني في البداية طبعا الحمد لله والشكر لله، ده بفضل الله كل اللي حصل ده، وبشكر لعيبتي جدا، لعيبة مصريين بحق وقاتلوا عشان يفرحوا شعبهم. وعايز اقول لحضرتك بالنسبه للخمسه، احنا لعبنا خمسه طول الماتشات اللي فاتت من اول جنوب افريقيا، احنا لعبنا خمسه، يعني تاني ماتش في البطوله في المجموعه بدانا لعبنا بخمسه، بس مش خمسه الناس عشان تبقى فاهم، خمسه مش عشان حته دفاعيه بس، خمسه فيها كثافه دفاعيه وفيها كثافه هجوميه. يعني انا بلعب يعني بدون تفاصيل، يعني زي ما انت حضرتك قلت، عندنا جناحين وعندنا صلاح وعمر وعندنا امام عاشور بيشتغل. فانا يعني انا ما بستناش ان انا الحاجه اللي انا حاسسها واللي انا بفكر فيها، وكمان المدرب في اي مدرب في العالم هو ما هو ان فكره وبيبتكر، قد يصل صح وقد يخطئ او قد يعني يبقى هو بيعمل الصح. فانا عندي ثقه في الله، ثم في تفكيري، وبتكلم مع الجهاز وبتكلم مع لعيبتي، بس انا مش بعمل طريقه وبسكت، لا، طريقه وليها حلول، الحلول الدفاعيه والحلول الهجوميه. فممكن مدرب يقول لك العب خمسه. وعايز حاجه برضو، في حاجه غايبه عليكم في الناس المحللين، كل الفرق اللي بدأت البطولة في المجموعات مفيش فرقة لعبت خمسة، ابتدوا يلعبوا خمسة بعد ما أنا اشتغلت، بعد ما لعبت أنا مع جنوب أفريقيا في تصفيات المجموعة. ابتدى الكاميرون تقابل الجنوب أفريقيا، ابتدوا يلعبوا معاهم خمسة، فابتدوا في فرقة تلعب بخمسة، لكن احنا مش لعبناها وخلاص، احنا عايز زي ما قلت من شوية بدي الحلول اللي احنا ممكن بدون تفاصيل يعني، لكن في نفس الوقت اللي بينجح حاجه بعد توفيق ربنا، بينجح الفكره اللعيبه نفسها. النهارده كلهم بيقاتلوا من اول صلاح وعمر، من قدام هم اول خط دفاع، ولما بيكونوا معانا التحولات اللي انا الكلام ده مش بالصدفه، التحولات اللي احنا دي مقصوده ان احنا نوصل للجون، لان هيبقى في مساحات وعندنا القدره ان بالامكانيات بتاعت عمر وصلاح، ومن وراهم امام، ومن وراهم الطرفين بتوعنا هاني ومفتوح، انهم عندهم قدره ان هم يستغلوا المساحات اللي بتشتغل عليها. لكن انا بشكر جدا جدا لعيبتي جدا، وتحيا مصر. كابتن، ستبدأون بالتحضير لمباراة السنغال ابتداء من يوم غد، متى ستسافرون لطنجة؟ هل لك أن تطلعنا على البرنامج؟ اولا احنا كنا سعداء ان احنا موجودين في اكادير، يعني حسينا ان احنا في استاد القاهره، حسينا بغض النظر عن يعني ساعات الجماهير معانا وساعات في الماتشين الاخرى مش معانا، لكن انا سعيد جدا ومبروك لمنتخب المغرب الصعود السيمي فاينال، والجماهير المغربيه جماهير عظيمه ومحترمه، وهم بيحبوا جمهورهم، بيحبوا فرقهم زي ما احنا جمهورنا بيحبوا منتخبنا. فبالتالي النقله اللي هتتعمل طبعا هيبقى مكان مدينه جديده، واعتقد ان كل البطوله امكانياتها كبيره، يعني على اعلى مستوى، فهنا او هناك فاحنا جاهزين لاي حاجه، ولازم بحضر لعيبتي معنويا لكل الظروف، سواء تكتيكيا او المكان اللي هنستقر فيه ان شاء الله. ولكن البطوله ناجحه جدا، واي مكان هنقاتل فيه، هنقاتل على فرصتنا في البطوله. وزي ما قلت لعيبتي من اول يوم، وقلت في المؤتمر الصحفي، انا باخد البطوله مرحله، كل ماتش بطوله. زيمبابوي في اول ماتش كان بالنسبه لي بطوله، جنوب افريقيا نفس الشيء، انجولا نفس الشيء، البطوله نفسها ما هي متجزأه على الخمس، قلنا لو الثمن في 6 ماتشات او 7 ماتشات توصل فاينل، فهي دي كلها بطوله. فانا الحمد لله ان شاء الله ان احنا نكون مستعدين، للنقله اللي هنروحها البلد طنجه. فطنجه طبعا كل المدن المغربيه جميله جدا، ولعبتي جاهزه ان شاء الله، وهنفكر وهنركز وهندرس الفرقه اللي هنلعبها ان شاء الله. بالتوفيق. شكرا لك يا كابتن حسام، شكرا يا عميد، شكرا لك. إذا استمعنا لحسام حسن مدرب منتخب مصر، وذكر رسالته للصحفيين للمحللين اللي
صابر تحديدا، بدر، فتحي، وحيد، صحيح. في مسألة أن هناك فكرة في 5 مدافعين، أنا الوحيد الذي اقتنعت بهذه الفكرة، ثم عملوها في منتخب الكاميرون. انت عارف اهميه خصوصا اللاعبين هم من تميزوا في تطبيقها. قيمه الفكره ديت في ايه؟ احنا عندنا مهاجمين في افريقيا من افضل المهاجمين اللي موجودين في العالم، اي 2 مساكين في النص التحرك العرضي بيخلق مساحات بيعرف يستغلها قوي المهاجمين في الجزئيه ديت. فلما يكون عندك رامي ربيعه، انت فهمت التصريح شو يقصد؟ أيوة. ونربط شيء ما له علاقه في اول انتقاداتك، يعني كانك يقول لك لا تستعجل في حكمك، ترى انا عندي فكره والفكره مستمره في البطوله، أنا وانت استعجلت في حكمك في البدايات. انا ما بتخدش فني خالص، انا لا هو يعني رسالته، يعني هو رساله حسام ان لا تستعجل، عندي فكره والفكره ناجحه وما زالت انا بس مستمرة. اوصل الفكره بقى، هو ما شرحهاش ويقول لك انا مش هتكلم في تفاصيل، بس انا عايز اوصل فكرته اللي هي دلوقتي بعض المدربين بداوا اللي هي رد عليك. لا مش عليا انا راجل مش فني، انا لا انت في استعجالك في الانتقاد. لا انا ما استعجلتش في انتقاد، انا اتكلمت على لاعب ليه ما شاركش ودلوقتي بيشارك بس هو انا مش ده خلاص بس خلاص والباقي يعني كل شيء الراجل موجود، انت بريء. بريء انت بريء خلاص. ايوه طول ما احنا بالفرحه كلنا بريء، طول ما احنا بنكسب. ايوه بالخساره الكل يظهر. لا ما كانش وان شاء الله لا يجيب خساره. احنا ما خسرناش الحمد لله الحمد لله ولا مباراه ان شاء الله، ومش هنخسر ان شاء الله ولا مباراه ان شاء الله. هذا ما نتمنى لمصر والمغرب. الجزئيه دي لانه البعض اتكلم عنها يا بدر، بس بعد اذنك الجزئيه الفنيه انا نفسي لم انتبه لها. شوف بدر بيتكلم بس بعطيك لما البعض اتكلم لها، الاثنين المساكين فقط في المساحه في عرض الملعب بيستغلها المهاجمين المميزين، انما لما يبقى في قلبهم واحد كمان بيضايق المساحات وبتبقى صعوبه على بدر. رايك في كلام صابر؟ شوف، لا كلام صابر بيحاول يفهم الامور بالطريقه اللي كيفهم فيها، انه يعتمد على المساكين. ولا لا يعني هو يقول لك ان الامور الفنيه يعني تتعداني. انت ماذا تفهم من كلام انا افهم، انا اولا افهم من كلام حسام حسن، طيب، لانه كلام مفهوم ومعبر عنه، بالرغم من انه قال ما ندخلش في التفاصيل، لكن انا بالنسبه بس هو وجه رساله لكم. وانا حرد على الرساله. انا ارد على الرساله لانه الشاكله ايا كان نوعها 3-5-2 او 5-3-2 او 4-3-3 لا تقوم الا على مبدئين قويين. المبدا الاول مبدا التنشيط الدفاعي والهجومي، ومبدا التحول. اليوم لو شاهدت المباراه تاع المنتخب المصري ماذا اجاد اولا الدفاع المتكتل، ثم ايضا اجاد في التحولات. هو يقصد بالخمس مدافعين، يقصد بالخمس مدافعين ان الهجوم في المنتخبات الافريقيه وكذلك اللاعبين في عدد اكبر في منطقه متكتلين، لكن هو يملك مهاجمين خطيرين، لذلك يبني على 5-3-2. يملك محمد صلاح، التحولات ويملك محمد والتحولات ايضا مرموش. لكن رساله حسام وتعليق فتحي على صابر وبدر ووحيد كمان. والله شوف، انا تفاجأت بالتصريح الحقيقه، لانه خطه 5-3-2 موجوده منذ زمان، بس يقول لك مو موجوده فيها البطوله. انا اول من طبقها. لا، في تونس طبق فيها، في تونس طبق فيها لا يقول لك فيها البطوله. اي طبقتها في مقابله، وننقدوا في المدرب على كيفيه تطبيقها. ومنتخب الكاميرون ربما حب يقول حسام، مش ما نقولش حاجه اخرى، هي مش بدعه معناها، الامور واضحه. تونس ضد البرازيل لعبت 5-3-2 في المقابله الشهيره. وانت زعلان على التصريح ولا زعلان على لا ربما اللي حب يقوله حسام حسن في نشوه الفرحه وانه ربما الفريق المصري احسن تطبيق، لانه 5-3-2 راي خطه خطيره جدا، سلاح ذو حدين. صحيح. سلاح ذو حدين. ربما اللي حب يقوله خاطر نفاجئ وانه مدرب كما حسام حسن يقول انا اول واحد طبق. لا هو يقول لك انا من طبقها في البطوله. نتكلم على البطوله، نتكلم على البطوله. هو زعلان ليه فتحي؟ لا هو بيتكلم على البطوله بس. انت زعلان؟ هو بس فاهم زعلان علشان معناه علشان ولد يتكلم كل مصري انا. هو يقول لك انا من طبقتها واول من يعني نفذتها تنفيذ صحيح. صحيت كي يقول لي هكا لو اليوم تنفيذ رائع. تنفيذ وكانه بالكمبيوتر، معناها تنفيذ واللاعبين. إشادة ليش زعلان؟ هي إشادة بطبيعة الحال، إشادة حسام حسن، وكما قلت انت تحيا مصر والفرحه المصريه. والفرحه المصريه. ايوه مع الفرحه. وحيد انا صراحه حسب ما فهمت
لانه حمله التشكيك بقدرات حسام حسن بدات قبل البطوله، ليس فقط في البطوله. رجعت لصابر انت رجعت لصابر. لا مش على صابر، مش على صابر صراحه. صابر انتقده في امور اخرى. ما انتقد حسام حسن كان على الامور الفنيه، على الامور التكتيكيه. الكثير كان يقول انه يعني يعتمد على ادوات ليس على امور تكتيكيه، يعني تم تشكيك حتى يا عم انتقدني تكتيكيا ووصلني المربع الذهبي. اليوم انتقدني تكتيكيا ووصلني المربع الذهبي. واليوم اكد أنه تفوق تكتيكيا على المنتخب الكوتيفواري. هو هذا ما يريد أن يقول. يعني هو صراحة ما ساعده اليوم كما قلت في البداية هو إمام عاشور وكذلك مروان عطية، لأنه هذا اللعب بهذه الطريقة صعبة جدا، صعبة جدا، خاصة إذا كنت لا تمتلك خط وسط ميدان. نعم. عنده قدرة بدنية كبيرة. يا وحيد، عندما تلعب مع المنتخبات تعشق الاستحواذ. أنت لعبتي مع جنوب إفريقيا تعشق الاستحواذ. بالضبط. لعبتي مع الكوت ديفوار تعشق الاستحواذ. أفضل طريقة يمكن تلعب فيها هي تلعب 5-3-2. حقيقة المنتخب الكاميروني يلعب 3-5-2، ليس هو مثبت الظهيرين، ما بيلعب بأجنحة دفاعية لكن بيلعب بمدافع. ولكن القوة ديالو اللي عنده أنه يملك مهاجمين من العيار الثقيل، يملك مرموش ويملك محمد صلاح. من المميزات كذلك كثيرة في تصريح حسام حسن. ذكر أن البيئة في أكادير في 5 مواجهات ارتحنا في الملعب وفي كل مكان. مواجهة السنغال ستكون في طنجة. صح. هنا قد يكون تغيير الأجواء والروتين والأمور اللوجستية في مسألة أن مصر موجودة. وذكر كذلك جملة يا صابر جدا مهمة، أن في كل مباراة بطولة ونهائي، خطوة بخطوة. هو حاسبها كده وبفكر فيها من أول مباراة. بس أنا عايز أقول لك صحيح الحاجات ديت احيانا بتبقى ذات اهميه ان انا انتقل من ملعب لملعب ومن مدينه لمدينه، ولكن ان شاء الله مش هتفرق معانا كتير. مصر في كل افريقيا، في ادغال افريقيا كانت بتسد، فما بالك في بلدنا الثاني المغرب جمهورنا موجود سواء في غدير او في طنجة او في مراكش او في الدار البيضاء او في الرباط، في كل مدن المغرب جمهورنا موجود ان شاء الله خلف بتفال وبدر يشر. ما هو فتح صابر تحرر. يا ريت كان من البدايه تحرر من كل القيود. طيب خلينا نفرح النهارده، خليه يفرح. يعني انتوا النهارده مستبخلين الفرحه لصابر ولمصر اكثر منه احنا. يا بدر وتاشر. طبعا احنا من البدايه قلنا بان مصر ترى هم الزعيم مصر وسبع القاب لمصر. يا صابر ما تتكلم يا صابر. والزعيمه واكثر من سجلت واكثر من حققت واكثر من تواجدت واكثر من تاهلت لنصف النهائي. واكثر من تاهلت لنصف النهائي. طيب ما تتكلم يا صابر. انا اللي اتكلم يا صابر. تتكلم يا صابر. بس انا عشان مش بلعب فتحي يقول لك انا في اخر ربع ساعه في الماتش. لا هو بدر ليش يعني يأشر باليدين؟ غريب. غريب. شنو الغريب؟ الرجل تحرر. ترى انت تتكلم عن مصر كما تكلمنا عن المغرب، ترى تتكلم عن مصر زعيمة الغارة السمراء واكثر من حققت واكثر من كان هناك لها نجوم واساطير وتسجيل اهداف ووصول لادوار اقصائيه واكثر من عكست كل التوقعات. مصر الكبيره في حضورها في صابر. ولماذا يخاف صابر؟ انا يعني اتكلم امام فتحي وحيد وانت يا صابر موجود. خلي صابر يتكلم. لا خلي صابر يتكلم. لا لحظه صابر يتكلم لان مصر تستحق منك يا صابر. تفضل. لا لحظه واجهتكم مع الناس كله مع الكل. تفضل. كل بطولات العالم القاريه او غيرها تلاقي المنتخب ده الافضل في الاهداف، المنتخب ده في افضل عدد الانتصارات، المنتخب ده افضل في عدد المباريات، المنتخب ده في افضل الالقاب. تأشيرة في افريقيا منتخب مصر افضل في كل شيء. اي ولماذا تخاف؟ ولماذا كنت خايف؟ انا مش بخاف. لا كنت خايف. هذه تأشيرة. شوف كنت خايف من البدايه ولم ترشح مصر. لم ترشح. انا رشحت مصر. قلت لك حتكون مصر. صحيح انا معك يا بدر. رشحت مصر. لماذا لم ترشح مصر؟ لماذا لم يرشح صابر بس؟ اراد انه يشيل العين على منتخب مصر. ما انا قلت لك من العين حق. انا قلت لك من اول انت ماذا عملت في فتحي يا مشاري صح ولا لا؟ انا العين ضربه ضربة الصوت صح ولا مشاري. انا قلت لك من اول حلقه لو انت تفتكر الكابتن الجوهري راح في افريقيا 98 قال لك احنا هنرجع بالمركز ال 13. كانت افريقيا ساعتها 16 منتخب فقط. قال لك احنا هنرجع بالمركز ال 13. رجع بالكاس ساعتها. فاحنا الحذر عندنا من الثوابت عندنا في كل البطولات. طيب فتحي لازم ترد. لا